هلا حاليا نحن انتهينا من الموسم الصيفي من البطاطا ومن الخضار. بلشنا هلا من جديد نحن بموسم الخريفي التشريني اللي نحن منه، اللي هلا نحن شلنا الموسم التشريني عم نزرعه بطاطا، حوالي تقريبا 45 هكتار عم نزرع ببير حربي، عم نزرع موسم البطاطا. والانتاج طبعا بيجي موسم، يعني هو يعني ما راح نقول ما بنحسن نحدد الانتاج هلا، يعني هو عم نزرع حسب يعني المناخ، حسب البيئه اللي نحن عم نزرع، يعني ننتج تقريبا 80% موسم التشريني، 70% بيجي اقل يعني النسبه من الموسم الصيفي، يعني تقريبا هو حسب المناخ اللي بيجي الجو. في عنا كمان بطعانه نحن زارعين تقريبا مساحه 12 هكتار، كنا زارعين خضار. هلا انتهينا من قسم من الخضار، عم نجدد بموسم الثاني، هذا بنعتبره موسم ثاني يعني مرحله ثانيه. كمان زرعنا من الخضار، في منا خيار، في منا قطة مثلا خضار مشكله، او وقت الملوخيه، مثل هالشغلات اللي نحن نحسن نقول عم نزرعها. يعني شغلات ذاتا طبعا نحن عم نزرع هالخضروات وهالانتاج وهالموسم كله للشعب، مشان شعبنا طبعا، يعني شعبنا الموجود اللي هون يعني شبه محاصر، يعني هل قدر الامكان لجنه الزراعه عم تزرع مشان يد العامله تتوفر عنا هون. في كثير عنا عمال بشكل يومي، مثلا في مشروع طعاني بشكل يومي يعني 50 عامل عم يشتغل بشكل يومي. في عنا كمان كنا عم نزرع، هلا خلصنا موسم البطاطا الصيفيه وزرعنا تشريني، هلا رح نبلش بالبصل، قلاعه البصل في عنا كمان، يعني تقريبا اقل شيء 100 عامل عم يشتغل، بده يشتغل عنا هذا بعد اسبوع ثاني، يعني رح نشيل الموسم البصل. بشكل يومي بيجي تقريبا 400 عامل بيشتغل عنا. عليها